واش سمعتوا معايا اخواني اخواتي؟ مدرب فرنسا اللي كان كيشوف راسو ديما مرشح للقب، فاليوم كيتكلم على كابوس سميتو المنتخب المغربي. ماشي غير اشاده ولكن اعتراف حقيقي باللي الخريطه الكرويه تبدلات في العالم كامل. كيشوف كيفاش ان المنتخب المغربي اللي كان مفاجاه ديال 2022 رجع في 2026 وحش كاسر كيهدد العروش ديال الكبار. بزاف كانوا كيقولوا بان المنتخب المغربي في 2022 كان محظوظ، ولكن اليوم كيرجع لهم بقوه، فراه دوخهم يا اخواني اقوى من 2022. وكاعترفوا بان هذا منتخب ماشي محظوظ، هذا رجع لنا اقوى واكثر من نسخه ديال 2022. فشنو اللي وقع يا اخواني؟ وعلاش فرنسا خايفه لهذه الدرجه؟ انها طلبت تشديد الحراسه على فندق اقامه اللاعبين المغاربه. فخليكم معايا يا اخواني، اليوم غادي نحللوا هذه الملحمه وغادي تعرفوا شي حاجه اللي غادي تصدمكم. فالمدرب الفرنسي ما كانش كيجامل، فقال بالحرف انا المغرب ما بقاش مجرد فريق دفاعي، فهادو منظومه هجوميه كاسحه. فالتكتيك يا اخواني اللي ولاو كيديروا تحت الضغط هو اللي مخليهم انهم يفكوا اصعب الدفاعات. فسمعت في كواليس معسكر فرنسا باللي المدرب ديالهم قضى ليلتين اخواني كاملتين كيشوف غير لقطات التمريرات البينيه فديال بطبيعه الحال وسط ميدان المنتخب المغربي، وكان كيسول المساعدين ديالو كيفاش كيديروا لهذا التفاهم اللي بيناتهم، اشنو اللي بين هاد اللاعبين حتى كيتفاهموا وكيفهموا بعضياتهم، لدرجه اننا ملي كنشوف ابراهيم دياز كيلوح كره لأناحي فهو كيعرفوا فين كيتمركز اصلا بلا ما يتلفت ليه. فهذه ماشي صدفه يا اخواني، هذه خدمه ديال سنين. فالتطور البدني ولا مخيف ديال اللاعبين المغاربه، ولاعبين كيجريو 12 كيلومتر في الماتش بلا عياء اخواني، كانهم عندهم رئه اضافيه. فبطبيعه الحال هذا الشيء صدم المنتخبات اللي منافسه. وكلنا عاقلين بلي 2022 الحقره اللي حسينا بها دابا الجماهير المغربيه اللي غازيه الملاعب الامريكيه، فما جاتش غير انها تفرج، فجات انها تسترجع الحق ديالها. فالمدرب الفرنسي واعي بلي هذا الثأر الرياضي هو اقوى محفز. كاين كلام اخواني كيدور في الصحافه الفرنسيه بلي اللاعبين ديال فرنسا ولاو كيحسوا بضغط نفسي غريب غير كيشوفوا تيفوات ديال المغاربه في المدرجات. فكاين بعض المستجدات اللي كتقول بلي التراس مغربي كبير في امريكا قرر انه يدير حائط صوتي اخواني لمده 90 دقيقه في الماتش. وكنهضروا ايضا اخواني على المكسيكيين اللي تاهما كيوعدوا المغاربه بانهم غادي يشجعوهم في امريكا ولا في كندا ولا في المكسيك. فبطبيعه الحال هذا الشيء ما كيبين الا اننا عندنا واحد القيمه كبيره في العالم، فشي حاجه اللي خلات الاتحاد الفرنسي يطلب من الفيفا مراقبه بطبيعه الحال الصوت في الملعب. واش وصلت لهذه الدرجه اخواني؟ فالمنتخب المغربي ولا متخصص في اقصاء الكبار. فالطريقه المنهجيه اللي كيخرجوا بها فرق عريقه من البطولات، شفتوا كيفاش اننا خرجنا هولندا. فهولندا اخواني ما قدرتش انها تقشبلها كيف ما كنقولوا قدام المنتخب المغربي اللي كان كيبان منتخب اوروبي بامتياز ومنتخب عالمي. فكان تسريبي اخواني من داخل غرفه تبديل الملابس ديال المنتخب الفرنسي، فكيقول بلي المدرب حضر اللاعبين ديالو من لغه العيون ديال اللاعبين المغاربه. فكيقول لهم ما تشوفوش فيهم هادوك عيون بطبيعه الحال ديال الناس باغين تاكل الاخضر واليابس. فمن كيدخلوا التيران فهما الهدف ديالهم هو الفوز، فما تردوش لهم البال وما تشوفوش كيفاش هما كيتحركوا، حيت هما راهم فاهمين مع بعضياتهم وفاهمين راسهم وكيعرفوا بعضياتهم فين كيكونوا في التيران بلا ما يشوفوا بعضياتهم. فهاد النوع من الخوف اخواني الذهني هو اللي كيسبق الماتش. فالمغرب دابا ما بقاش كيدخل الماتش باش انه يدافع، فكيدخل باش انه يفرض الايقاع ديالو ويخلي الخصم يغلط. فمدرب فرنسا كيقول اللاعبين ديالو اي هفوه صغيره فقد نخلصوها غاليه، فخايف بزاف من السكتات المفاجئه فهذوك المرتدات السريعه اللي كيضربوا في المقتل. فالغريب اخواني وباش اننا نعرفوا الحماس كاين في التقارير كتاكد بان المنتخب الفرنسي جاب اخصائيين نفسيين جداد غير هذا الماتش باش انهم يفرغوا اللاعبين من ضغط الجماهير المغربيه واش يقدروا. فصعيب بطبيعه الحال. فالحماس اخواني اللي كاين في اوروبا دابا كيشبه شي عاصفه. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.